الجهاز الفني لفريق بتروجيت بقياده طبعا كابتن مختار. ادي كوره منتهى الخطوره وتتحط على طول. اراها قمه مباريات المجموعه الثانيه لهذا الاسبوع التاسع. بتروجيت المتصدر في ضيافه النجم في المجموعه الثانيه ب 12 هدف، وايضا اقوى دفاع لم يدخل او لم يسكن شباكه سوى 4 اهداف فقط. ادي بسيوني والتصويبه حلوه بسيوني واحلى محمد بسيوني وشاط واحده بشماله. ادي الاعاده مره ثانيه وعلى طول التالق من الشناوي. ادي الاعاده مره ثانيه وتصويبه بسيوني الى خارج من عمر اللقاء، بيرد بكره صاروخيه في القائم الايسر، وايضا بيرد عليه عاشور التقي، وكأن العاشورين بيعلنان ان التصويبات لهما خلال الشوط الاول. الشوط الاول زي ما ظهر امام حضراتكم بينتهي بالتعادل السلبي بدون اهداف حتى الان، ولكن الطمع ما زال مستمر من انور سلامه في المصري البورسعيدي وبتروجيت بقياده مختار، ودي اهم الهجمات للفريقين، ولكن بيقف القائم حائل دون سكونها. تغييرات مختار كانت جميله جدا ورائعه واتت ثمارها، بدليل ان اللاعب الافريقي اللي نزله التبديل الاول لفريق المصري هيخرج محمد بسيوني وبدلا منه محمود عبد الحكيم. لعاشور عبد العزيز توفيق وخطأ. ضربة حرة مباشرة لصالح فريق عبد العزيز توفيق. كارت احمر لعبد العزيز توفيق. شوفوا الكورة ادي مرة تانية الكورة قدام حضراتكم. هل بالفعل هيبقى على حساب احمد داوودة؟ خلاص هيبقى ظهير ايمن صريح احمد فوزي. خروج احمد داوودة هتتحول طريقة النادي المصري. ضيع جيمس ضيع اول فرصتين رقم 20 والفرصة الثالثة جابها بدماغه، فده تغيير بيبقى دايما بنقول عليه ايه التغيير موفق. دي الكورة دي كانت في بداية المباراة، وكانت يعني كورة من الكورات اللي صعبة جدا انها تضيع. بلال جمال رقم 4 ده كان لسه نازل جيمس تيدي، الكرة دي انفرد وشاطها في الشارع، واخد بالك ازاي؟ وبعدين هتجيله بقى ده احمد عمران نزوله برضو. يعني شوف التغييرات اللي عملها مختار، عملت جو رائع لفريق بتروجيت وساعدته جدا جدا، على الرغم اللي طالع مين يعني اسامه محمد كان من نجوم المباراه تمام، ومع ذلك اهي الكره الثالثه جيمس تيدي راح جايبها. بس احنا قلنا جول قبل ما يجيبها جت ملعوبه جول. دي من الحاجات اللي المدربين بيدربوها، خدت بالك ان المدربين يدربوها وتنتهي بكره عرضيه واحد المهاجمين يستغلها بارتكاز. لكن عمرو موسى عنده الواجبات الهجوميه ممكن تكون افضل شويه من سيد عبد العال. من الوقت المحتسب بدل الضايع بيتر اودورو وركله جزاء. دي بقى صحيحه. بيتر اودورو يعني يعمل ركله جزاء. شوف خد رجله كده، رجل محمد شعراوي، ومحمد شعراوي برضه بلغه الكوره كده بيلبسه ركله جزاء في الدقيقه الرابعه من الوقت المحتسب بدل الضايع. خد صفاره الانطلاق محمود عبد الحكيم حطها. مش ممكن القاء. كابتن نصيب بتروجيت شكلها المباراه. شوف محمود عبد الحكيم ده ثبته خالص، تبحث عن راس احد اللاعبين محمود شاكر. محمود القدم اليمنى يا راجل، ممكن يا راجل